مرحبا. بفيديو اليوم رح نحكي عن كل شيء بتعلق بالأطعمة العضوية أو اللي بنسميها الأورجانيك فود. هل هي ضرورية؟ صرنا نشوف إحنا أورجانيك فود وأطعمة عضوية بكل مكان، والناس صاروا يحتاروا هل لازم أشتري عضوي أو لا. فكل الأسئلة اللي بتتعلق بالأطعمة العضوية رح أجاوبها بفيديو اليوم لنعرف الصح، هل هي ضرورية أو لا. ويلا نبدأ بأسئلتكم والإجابة عليها. طيب، رح نبدأ بأول سؤال من الأسئلة اللي دايما متكررة. ما المقصود بالنباتات العضوية؟ يعني صرنا نروح على السوبر ماركت نلاقي خيار عضوي، بندورة عضوية، خضروات ورقية عضوية. شو المقصود فيها؟ هلا المقصود بالنباتات العضوية أو الخضار والفواكه العضوية، مش شرط خضار وفواكه، كمان بنلاقي إحنا ذرة عضوية، أرز عضوي، اللي هي بتكون مزروعة بطريقة طبيعية بدون استخدام مواد كيماوية، بدون استخدام مبيدات حشرية صناعية، بدون استخدام أسمدة عضوية، وحتى بدون استخدام أطعمة معدلة وراثيا. يعني لما نزرع القمح أو الذرة، حبوب القمح والذرة ما لازم تكون معدلة وراثيا. شو يعني genetically modified food أو أطعمة معدلة وراثيا؟ التعديل الوراثي هي عبارة عن تقنية نقدر نحكي شوي جديدة، يعني صلها أكيد فترة من الزمن، ولكن عم نشوفها دائما متواجدة. شو يعني؟ مثلا أعطيكم مثال بسيط عشان تقدروا تفهموا شو يعني genetically modified food. احنا عندنا البندورة بزرعوها بظروف معينة، ممكن البندورة ما تتحمل مثلا درجة برودة عالية. إذا صار في عندنا ظروف باردة كتير، ممكن هاي المحصول البندورة يخرب أو ما يستحمل. بدنا ننقله ونصدره لبلد تانية، فبدنا إشي يتحمل الحرارة وظروف الطيران وغيرها. فصار يعدلوا بالجينات تاعتها لتقدروا يعدلوا صفات معينة، مثلا تصير البندورة تستحمل برودة، تصير البندورة لونها أحمر زيادة، تصير البندورة مثلا طعمها غير شوي. هذا هو المقصود التعديل الوراثي أو المعدل وراثيا. هل الأطعمة المعدلة وراثيا مسرطنة أو هل هي بتؤدي لمشاكل صحية؟ لهلا في كتير دراسات على الموضوع، ما عندنا إثبات علمي 100% إنها هل هي بتعمل مشاكل صحية أو أمراض. ممكن يكون عندنا فوائد من ناحية الإنتاج، المحاصيل، خاصة هلا إنه عدد السكان عم بتزايد وصار في عندنا تقنيات في الزراعة لتقدر تكفي المحاصيل العدد الهائل من الناس اللي عم بيصير بالكرة الأرضية. هل ممكن يكون له آثار على الصحة؟ ممكن أو لا، ولكن لسه ما عندنا إثبات 100%. ممكن لسنين لقدام يبين إنه هل هذا التعديل الوراثي ممكن يكون له أضرار على الصحة. فهذا المقصود بالأطعمة العضوية. الأطعمة العضوية يعني ببساطة زي إنه إحنا عم نزرع النباتات زي أيام زمان، بدون يعني كيف الواحد بزرع ببيته، ما بيستخدم أي مواد كيماوية، ما بيستخدم أي مواد مبيدات حشرية كيماوية. هاي هي الزراعة العضوية. فهذا لكل حدا بيسأل شو الفرق بين الخضرة العادية والأورجانيك. طيب، سؤال تاني، في عنا كمان بنلاقي لحوم وبيض عضوي. شو يعني؟ اللحوم والبيض العضوي اللي هو مربى بالطريقة الطبيعية وعلى راحته. زمان كانوا الفلاحين أو ببيوتنا زمان حدا يكون عنده مزرعة صغيرة يربي الدجاج على راحته، يرعى بهالحقول، مش بأقفاص، مش بستريس. هلا هذا بينعكس كمان إيجابيا على طعم اللحوم والدجاج. اللحمة أو الدجاج لما يكون مربى بطريقة عضوية بكون في حقول برعى على راحته، ما بكون في عليه ستريس إنه بأقفاص معينة، ما بيستخدموا الأنتيبايوتكس المضادات الحيوية، ما بيستخدموا أعلاف معدلة لأطعمة أو حبوب معدلة وراثيا. إذا كان دجاج ما بيستخدموا أعلاف حيوانية، ما بيستخدموا حبوب معدلة وراثيا، وبيتركوا الدجاج على راحته بالحقول يرعى وياخذ من الأكل من الأرض. حتى أنواع الحبوب اللي بنستخدمها ما بدها تكون معدلة وراثيا. نفس الشيء بالنسبة للأبقار واللحوم، وكمان حتى انه ما بيستخدموا فيها انتيبايوتكس او غيرها مضادات حيويه. اكيد في فرق
من ناحية الطعم، من ناحية كمان استخدام الانتيبيوتيك بشكل كتير كبير، أكيد هذا بينتقل لأجسامنا وممكن يكون له أضرار على الصحة. خاصة كمان بنلاحظ إنه طعم اللحم والدجاج والبيض العضوي أو البلدي اللي بدون أي طريقة من الطرق اللي حكينا عنها قبل، بدون حبوب معدلة وراثيا، بيفرق أكيد بالنوعية والطعم. هل هناك فرق بالسعرات الحرارية؟ لا، ما في فرق. يعني إذا أنا جبت خيارة عضوية وخيار مش عضوي، الاثنين فيهم نفس السعرات الحرارية، هذا بنطبق كمان على اللحوم والدجاج. فهو ما في فرق بالسعرات الحرارية، ولكن في فرق بشوي الفوائد الغذائية. شو الفوائد الغذائية؟ وجدوا انه الأطعمة العضوية فيها نسبة مضادات أكسدة أعلى، خاصة من ناحية الخضار والفواكه. مضادات الأكسدة هي طريقة للنباتات تحمي حالها، فإحنا ما عم نستخدم مبيدات صناعية، ما عم نعطي للنبات مواد نقدر نحميه من الحشرات والاشياء الهاي. فزي كنا النباتات مضطرة انها ترفع نسبة مضادات الاكسدة بجسمها كوقاية للنباتات، وهاي بينعكس علينا ايجابيا من ناحية الوقاية من الامراض وغيرها. فاكيد النباتات العضوية فيها مضادات اكسدة اعلى. وجدوا كمان انه حتى انواع اللحوم والبيض فيها نسبة الاوميجا 3 اعلى. في عنا بعض الآثار السلبية اللي ممكن تكون من اللحوم اللي مش عضوية أو النباتات، إنه الولادة المبكرة للحوامل، صغر حجم البيبي، تسمم الحمل. وجد إنه هذا كله بروح، أو مش كله بروح، إنه بكون أقل نسبته عند السيدات والأشخاص اللي بياكلوا أطعمة عضوية. فهذا بنقدر نحكي من ناحية الفائدة الأطعمة العضوية مقارنة بأطعمة تانية. بالنسبة للفيتامينات والمعادن تقريبا متقاربين، ما في هالفرق اللي كتير كبير ما بين انه نبات عضوي او غير عضوي، او بالنسبة للحيوانات العضوية وغير العضوية. طيب، من وين بقدر اشتري الأطعمة العضوية؟ هلا صرنا نلاقي بالسوبر ماركتس موجودين في مزارع خاصة للزراعة العضوية والأطعمة العضوية. ولكن طبعا عشان نتأكد احنا، عشان مثلا شركة تحكي انه هذا الدجاج عضوي او البيض عضوي، لازم يكون ماخذ شهادة ضمن ظروف معينة. يعني مش كل حدا ببيع بالبيت وبقول لك هذا عضوي يعني اصدق انه هذا عضوي، لا، لانه لازم يكون في سيرتيفيكيشن، شهادة معينة تثبت انه هذا الاكل عضوي. وكمان لما بدي اشتري انا حبوب ذرة او رز من السوبر ماركتس وبدي اتاكد انه اورجانيك، بده يكون مكتوب كلمة اورجانيك او عضوي على العبوة، لانه بكون ماشي بسياسة معينة بتحكم هاي القوانين. طيب، في ناس بيقولوا لي مرات انا بشتري مثلا بسكوت عضوي او عصائر عضوية او مثلا حلويات عضوية، هل هي مفيدة للدايت؟ هل هي ما بتقلل وزن؟ ما فيها سعرات حرارية؟ هون بصير اللبس. كلمة عضوي مش يعني انه هذا المنتج ما فيه سعرات. كلمة عضوي مثلا انا اشتريت زيت عضوي او اشتريت بسكوت معمول عضوي، هلا مش شرط انه هذا البسكوت ما فيه سكر، ما فيه زبدة، ممكن يكون فيه زبدة وسكر وكل شيء، بس انه السكر مزروع بطريقة عضوية، الزبدة من حيوانات مربية بطريقة عضوية، بس هي نفس الدهون ونفس السكر ونفس السعرات الحرارية. فهون في ناس بصير عندهم لبس، بصيروا يفكروا انه اذا اشتروا بسكوت عضوي هذا ما له دخل بالسعرات الحراريه والدهون، هذا له دخل بالمنتج، المكونات الاساسيه كيف مزروعه لاقلل تعرض جسمي للمواد الكيماويه واقلل تعرض جسمي لمثلا المبيدات الحشريه وغيرها المواد الكيماويه. فهون عشان نصحح هذا الموضوع. طيب، اخر سؤال، ما البديل؟ ما بقدر اشتري اطعمه عضويه، بيقولوا لي هون مثلا الاطعمه العضويه كتير غاليه. صحيح، الزراعة العضوية غالية لأنه هذا المنتج بده ينزرع بظروف معينة، ممكن يتطلب من المزارع أو مربي الحيوانات مجهود أكتر، رعاية أكتر. النباتات والحبوب اللي تستخدم مثلا ربي الدجاج وغيرها ممكن تكلفه أكتر، فأكيد الأطعمة العضوية أغلى. مش كل حدا بيقدر يشتريها. هاي
مش آخر المطاف. يعني من أهم النصائح اللي بقدر أتبعها إذا أنا بدي أقلل من تعرض جسمي للكيماويات اللي تستخدم للمبيدات الحشرية. أول إشي أشتري الخضار والفواكه بموسمها. لما أشتري الخضرة والفواكه بموسمها أكيد رح يكون طعمها غير، فوائدها غير، مش مضطرين إنه يكون فيها كمية كبيرة مثلا من المبيدات الحشرية وغيرها لينتج هذا المنتج مش بموسمه. ثاني نقطة، بدي أخفف من تعرضي للكيماويات. هون نضطر نقشر الفواكه والخضرة. أول إشي نغسلها كتير منيح، ثاني إشي رح نضطر نقشرها. أكيد رح يقل الفيتامينات والمعادن والألياف شوي، ولكن بقل تعرضي لها. في بعض المواد بتضلها داخل النبتة أو داخل الفاكهة ما بنقدر نوصلها يعني بالتقشير، ولكن هذا رح يقلل كتير تعرضنا للمواد الكيماوية. هاي من الأشياء اللي بنقدر نعملها. وإذا كان في إمكانية إنه نحن نشتري عضوي مش غلط، ما في إمكانية زي ما حكينا نحاول ناخد كل إشي في موسمه لنقلل تعرض جسمنا للمواد الكيماوية ونحمي أكيد أجسامنا من المواد الضارة. إن شاء الله هيك أكون جاوبت معظم الأسئلة تاعتكم عن الأطعمة العضوية وتكونوا استفدتوا منها وعرفتوا الجواب الصح لكتير من الأسئلة. إذا حبيتوا كمان هذا الفيديو، حابين دايما توصلكم فيديوهاتي ومعلوماتي، ما تنسوا تشتركوا بقناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس، هيك أول ما أنزل فيديو بوصلكم أول بأول وبقدر تقدروا تحضروا وتستفيدوا منه. وكمان إذا حابين تحصلوا على حمية صحية خاصة فيكم من أي مكان في العالم، تقدروا تدخلوا على موقع الإلكتروني www.rubadiet.com وأنا بقدر أساعدكم بحمية مناسبة لكم. وأكيد بشوفكم بفيديو جديد.